رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وفقرة سينمائية بامتياز. هكذا وصفت في المقدمة، هي حول مهرجان موسكرز السينمائي في القاهرة في دورته الأولى. المهرجان زي ما قلنا معني في المقام الأول بالسينما المستقلة. كان في مسابقة طبيعة الحال داخل هذا المهرجان، وفاز فيلم المركب اللي تودي. معانا ومعاكم شرح أبعاد الحقيقة المهرجان، لأنها تجربة فريدة جدا أن يقوم مجموعة من الشباب بدعم او حمل لواء عقد مهرجان سينمائي. اعتقد ان المساله جديده جدا على مجتمعنا. معانا حماده خليل من القائمين على المهرجان والمنسق الاعلامي له. اهلا بيك. اهلا وسهلا. معانا المخرج احمد صيام، مخرج فيلم المركب اللي تودي، الفيلم الحاصل على المركز الاول في الدوره الاولى. اهلا بيك والف مبروك. معنا ايضا المؤلف احمد حلبه، مؤلف الفيلم. اهلا بيك. مبروك. حماده، خلينا نتكلم في البدايه عن المهرجان. انا عارف ان في جروب على الانترنت هو اللي تبنى رعايه هذا المهرجان وعقده، لكن الفكره جت ازاي؟ التحول من مجرد جروب على الانترنت بنشتغل كوميونيكيشنز، اتصال عبر الشبكه العنكبوتيه، لمهرجان واقع على الارض بيشارك فيه مجموعه من الشباب. قلتوا كمان ان في مشاركات عالميه وعربيه في المهرجان. كيف جاءت الفكره وكيف تحققت في الواقع؟ الفكرة بدأت الأول كنادي السينما على الفيسبوك وعلى الموقع بتاع المجموعة اللي هي 3/7 3/8 لايف. وكنا بنعمل زي نختار فيلم معين ونعمل ليه مناقشة على موقع المهرجان عن طريق إرسال اللينك بتاعه، ويحصل تحاور ونقاش بين أعضاء الجروب. فبعد كده اتحولت لنادي السينما فعلي في المراكز الثقافية والمكتبات العامة، وتطورت إلى فكرة المهرجان اللي هو هيبقى مستمر إن شاء الله السنوات القادمة إن شاء الله. طيب قول لي، هل تم تقسيم المهرجان او الافلام المشاركه في المهرجان لمجموعه من الاقسام زي اي مهرجان؟ كان عندنا بانوراما اللي هي الافلام العالميه، وكان في افلام روائيه قصيره مستقله، وكان في افلام خارج المسابقه. كان في افلام يعني. طيب هرجع لك تاني عشان عايزين نتكلم مش بس على المركب اللي تودي، على لو الافلام الاخرى التي حصلت على جوائز في اقسام اخرى من المهرجان. لكن عايز اروح لاحمد صيام. عايز اسالك عن فكره السينما المستقله. يعني ربما المصطلح يبقى مستغلق، مبهم شويه، مش مفهوم. يعني ايه سينما مستقله؟ هل السينما المستقله هي اللي بينتجها ناس مستقلين، يعني لا الدوله ولا شركات الانتاج المتعارف عليها اللي بتشتغل في السوق وبتنتج الافلام الروائيه الطويله اللي بتتعرض في الافلام؟ يعني ايه سينما مستقله؟ هي السينما المستقلة بدأت تظهر في الآخر 5 سنين اللي فاتوا، اللي هو مع ظهور الكاميرات الديجيتال الهاند كاميرا الصغيرة. فبدأ إن أي حد ممكن يعمل فيلم، أي حد ممكن يبقى عنده مشكلة يعمل فيلم يشرح مشكلته فيها. فطبعا تطورت بقى موضوع الكاميرات وبقى أسهل قوي إن ممكن حتى بالموبايل ممكن تعمل فيلم مستقل. فهي ظاهرة بس بدأت تكبر. يعني الموضوع بدأ كل مدى يعني بدأ يتنظم مهرجانات، بدأ الموضوع ينتشر، الموضوع السينما المستقلة حتى مش في مصر بس. انت دراستك يا احمد في الاساس متعلقه بالسينما ولا هي هوايه؟ لا، هي هوايه. انا دراسات حره، بس انا درست الاخراج دراسات حره. طيب احمد، دي اول تجربه كتابه فيلم ولا ليك تجارب قبل كده؟ لا، كان في تجارب قبل كده، كان في تجارب روائيه وتجارب تسجيليه كده. تجارب تسجيليه. عملنا فيلم تسجيلي اسمه طفل مدى الحياه عن ذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين. طيب احمد صيام، عايزك تديني الفكره العامه لفيلم المركب اللي تودي. ايه الملامح الرئيسيه للفيلم؟ مش عايزك تحرق الموضوع، لكن عايزك تديني كده نبذه عن فكرته. هي فكره المركب اللي تودي، هو احنا الفيلم معمول تقريبا من سنه تقريبا. فهو بيتكلم عن قصه شاب ضاقت بيه ظروف في بلده، فاضطر انه يسافر كحلم اي شاب، ان الحل السحري لاي شاب بيتخرج من كليه ان هو السفر. فهو بيسافر، فبرضه اللي هو السفر من غير هدف مش هتنجح. يعني دي كانت الرساله بتاعت الفيلم الاساسيه، ان مش الحل السفر. ان انت ممكن هو سافر وبعد كده رجع، اللي هي بقى في نهايه الفيلم ان هو ما رجع، اما خد القرار ان هو ما ينفعش يكمل، فما رجع المركب في المركب. فهو الفيلم يعني دخلنا كذا حاجه مع بعض. الفساد اللي كان موجود في الفتره دي،
اللي هو اخر 5 سنين تحديدا اللي فاتوا، والكوارث اللي بقينا نطلع منها، نطلع من كارثه نخش في كارثه. لان انا حتى عرضت خلال الفيلم هو النهايه بتاعت الفيلم كانت العباره، غرق العباره السلام. لكن احنا حاولت ان انا بقى في الكليب الاخير في الفيلم ان انا اقول هي مش العباره بس، الدويقه، القطر الصعيد، مش في كوارث بنطلع من كارثه نخش في كارثه. فهي دي فكره الفيلم، ان احنا ان يا جماعه فكروا ان مش الموضوع في السفر، الموضوع مش الهروب، مش ان انا اطلع اقول مخنوق من بلدي فسافر، هو ده الحل. بس دي كانت الرساله بتاعت الفيلم. احمد، يعني كمؤلف للفيلم احيانا لما بتقعد تقرا القصايد الشعريه اللي اتكتبت في ال5 سنين اللي فاتت، وتقرا افكار الافلام السينمائيه زي الفيلم اللي انت كاتبه المركب اللي تودي، بتحس ان الفكره اللي كانت مطروحه بس ربما ما كناش واخدين بالنا منها هي فكره الثوره. بالظبط. يعني هو في النهايه، ما هو انت عندك حل من اتنين: البلد احوالها مش ولا بد، لا تهرب وتسافر، لا تقعد وتحاول تصلح اللي خربان، وتصلح في الغالب بثوره. يعني وكأن الفكره كانت في اذهاننا جميعا، لكن بالتعبير الادبي كده مسكوت عنها، بالظبط. حاسينها بس ما بننطقهاش. الفكره كانت بتراودك. هل قريت الفيلم انت شخصيا بشكل مختلف بعد الثوره؟ طبعا هو الفكرة في الأول في الفيلم كانت إن إحنا بنعمل زي ما قال أحمد في ال5 سنين اللي فاتوا كان في مشاكل كتير، فإحنا كنا بنعرضها وما كناش عارفين إن إيه الحل. كنا حاسين إن إحنا داخلين على مستقبل مجهول، ففي الآخر كان الحل الثورة، ما كانش ليها حل تاني، ما كانش ليها أي حل تاني. يعني إحنا تعرضنا، الفيلم اتعرض للرموز. يعني انا عملت قصه الفيلم ماشي عادي، هو قصه شاب راح سافر لان الاوضاع ضاقت بيه هنا، فسافر لقى نفس المشاكل اللي كان متعرض ليها واكتر، ولقى كرامته مهانه في البلد اللي هو راحها، فاضطر ان هو يرجع تاني. فلما رجع تاني غرق في العباره السلام. الفيلم فيه رموز للحكومه اللي كانت متمثله في صوره اخوه. كان موجود الخصخصة. يعني أشرت لبعض حاجات زي الخصخصة، زي بيع الأراضي، الكلام ده كله. ده كان نهايته إن هو فكر إنه يسافر. فلما سافر لقى إن كرامته مهانة هناك، فلما فكر يرجع كان برضو كنت مشخص رجال الأعمال اللي هم استولوا على الأراضي، اللي استولوا على الشركات، وهم اللي استخسروا فيه لما فكر ان هو يرجع بلده، استخسروا فيه انه يرجع سليم، في العباره السلام. فدي كانت فكره الفيلم، وما كناش الصراحه ما قدمناش حل فيها، لان ما كناش لاقيين حل. الحقيقه ان كانت الافكار واضحه جدا، لكن ربما احنا اللي كنا بنقراها بطريقه مختلفه. حماده، عايز ارجع لك وارجع للمهرجان مره اخرى. يعني فكره اقامه مهرجان في دورته الاولى بتبقى غايه في الصعوبه، لانك يعني بتخترع العجله، بتعمل حاجه من الصفر. قول لي الصعوبات اللي واجهتك وتقييمك للمهرجان في دورته الاولى بعد ما خلص. هو المهرجان أحد مشروعات الإسراء الثقافي لمجموعة 3-7-3-8 لايف. الفضل كله للفريق القائم على احنا معانا البوستر بتاع المهرجان معانا على الشاشة، موسكرز، والشعار رائع الحقيقة. الفريق هو اللي قام يعني بتنظيم المهرجان، وقام بالاتصال بالمخرجين والإعلان عن المهرجان. فالفضل كله طبعا للفريق اللي هو نظم المجهود الرائع ده والعمل الكبير. احنا بنشتغل بالجهود الذاتية عامة، يعني كل شغلنا بالجهود الذاتية. بنهدف لإسراء ثقافة الغير وتنمية السينما المستقلة ودعم السينما المستقلة. طيب خليني بس أتكلم بشكل موضوع على الأرض. قول لي المهرجان اتكلف كام؟ عملته فين؟ في أنهي دور عرض؟ وهل كانت المسائل سهلة ولا كان في معوقات؟ اللي استضاف المهرجان اللي هي مجموعة المشروعات التنموية بالتاون هاوس على مسرح روابط. مسرح روابط. احنا رحنا، يعني اعضاء الفريق راحوا لهم واتفقوا معاهم، والناس رحبوا بينا واحنا بنشكرهم طبعا. ووفروا لنا المكان. المهرجان خد 3 ايام. التكلفة كلها جهود ذاتية بيننا وما بين بعض، يعني اعضاء الفريق. احنا كان معانا على الشاشة مكان عقد المهرجان الحقيقة. واحنا بنشكر الحقيقة المؤسسات الثقافية، مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الثقافي اللي بتدعم هذه النوعية من الأنشطة
الفنيه والثقافيه بشكل عام. التمويل كان كام؟ هو او تكلفه المهرجان كانت كام هي تقريبا؟ التكلفه بالجهود الذاتيه يعني انا عايز بيننا اقول لك، وبين بعض انا يعني. بسالك ليه؟ لان هو انا عارف ان الفكره بتراود مجموعات كتيره جدا من الشباب، يعني اعضاء الفريق لكن كلهم ربما يتصور متطوعين. البعض ان التكلفه عاليه قوي فوق امكانياتهم، بينما ممكن ننفذها بفلوس قليله. فعايزك تشجع الناس وتقول لهم ان انتوا فعلا المبلغ كان كذا وقدرتوا تنفذوه احنا بجهود كله ذاتيه. بالجهود الذاتيه، يعني اللي هو مم. شارك مثلا بمتطوع في الفريق ان هو ينظم معانا، مم. ان هو يصور احداث المهرجان، مم. كل متطوع بالحاجه اللي هو يقدر عليها يعني. مم. طيب، على ما يجهزوا لنا جزء من الفيلم الحقيقه، عشان لازم نشوف جزء منه الحقيقه، لان ما ينفعش نتكلم على فيلم ما شفناهوش. احمد، عايز اسالك على انتاج الفيلم بقى نفسه، المركب اللي تودي. انا اعرف ان هو مجموعه من الشباب من محافظه دمياط، مش كده؟ مهم. هم اللي تبنوا انتاج هذا الفيلم. تمام. قول لي اتفقتوا ازاي وعملتوا ايه لغايه ما وصلتوا لشريط هو المنتج النهائي الفيلم. هو الموضوع كان انا واحمد، مم. المجموعه اللي نفذنا الفيلم مم. من الالف للياء. بس تعرفنا على ممثلين من دمياط، فاتفاجئنا ان هم ما شاء الله يعني موهوبين كلهم. فجربنا، هم مسرح، ممثلين مسرح، كل اللي اشتغلوا في الفيلم ممثلين مسرح. مم. ف... فجربنا معاهم ان احنا نعمل التجربة دي. ف والحمد لله نجحت، يعني الحمد لله طلعت بشكل كويس، طلعت بشكل لا، هم شرفونا جامد جدا كممثلين يعني. مم. انت اماكن التصوير بتاعت الفيلم كانت فين؟ كانت كلها داخلي، عشان طبعا ما كناش بنعرف نصور خارجي براحتنا قوي. مم. حتى وانت بتستخدم كاميرا ديجيتال في مشكله في التصوير في لسبب، الشارع. عشان التصوير في دمياط، فده ممكن بيخليه مثلا يعني موضوع ملفت شويه، انت بتعمل ايه يعني، فاهمني؟ فكان بنلجأ، وده برضو يعني من الملاحظ اللي اخدت علينا، ان انت برضو بتصور داخلي كتير ليه، ان كله المفروض تبقى داخلي المفروض خارجي. لكن انت ما لجأتش للجهات الامنيه عشان تحصل على تراخيص تصوير شارع. لا لجأنا، بس ما موضوع ما ينفعش ما ينفعش، يعني، طويل يعني، ما عرفناش نوصل فيه لحاجه. انما فكان حاولت. اللجأ يعني حاولنا، بس لجأنا احنا نتحايل على الفيلم الموضوع. الجاي هيبقى كله خارجي. آه، هنشوف جزء من الفيلم المركب اللي يودي، ونرجع لكم مشاهدينا الكرام نكمل الكلام مع احمد حلبة مؤلف الفيلم. الموضوع ده انا عارفه وملاحظه من زمان.